اتاكد منه بمصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفتوا ابن العرض والعرضين اتجاوز علي وتجاوز على عرضي وتجاوز على عرض النبي، لكن أنا أمي جابت رجال، أنا ابن أمي وأبوي، مو مثلك ابن عرض وعرضين وبيش العرض يا أمك. اي بعدين ثاني شغلة، أنا أمي ما خلفت واحد يغطي وجهه ويقنع نفسه يخاف يلزمه، الله اللي يعلم شي يسوون بيه الشباب، لكن هذا مو موضوعنا. راح نفتح كتاب كشف الغمة لابن أبي الفتح الأربلي، الجزء الثالث صفحة 121. تعال. طبعا كشف الغمة لأبي فتح الأربلي الجزء الثالث صفحة 121 مثل ما قلت لكم. ثم قال غدا ادخل إلي، فإن خرجت مكشوف الرأس فتكلم، وإن خرجت مغطى الرأس فلا تكلمني. فلم أتكلم حتى دخل الدار، بس الثاني أريد أعرف يا راس منهن الكبير لو الصغير ما نعرف. حتى دخل الدار وأمر أن يغلق الباب، ثم نام على الفراش. يا بدأ يستعد. فبين إن كذلك إذا دخل شابا حسن الوجه قطط الشعر أشبه الناس بالرزة، يعني هنا الرزة كان حلو عطواني كوت اون كوت الصراحة. فبادرت إليه وقلت من أين دخلت والباب مغلق؟ فقال الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقت هو الذي أدخلني الدار والباب مغلق. فقلت يعني جاي بالليل؟ يا بس عندك جاي بالليل وذاك رايح بالفراش. ومن أنت؟ قال أنا حجة الله عليك يا أبا السلط، أنا محمد بن علي. ثم مضى نحو أبيه عليهما السلام، فدخل وأمرني بالدخول معه. فلما نظر إليه الرزة عليه الكلام وثب إليه يا أبي، طيح الله حظ الأب والابن، وعانقه وضمه إلى صدره وقبل ما بين عيناه، ثم سحبه سحبا في وين؟ فراشه، وكب عليه آسف وكب عليه يعني كب عليه محمد يقبله يساريه بشيء لم أفهمه، فرأيت على شفتي الرضا زبدا أشد بياضا. شنو الزبد اللي أشد بياضا وشنو هاي؟ خلنا نشوف شد بياضا من الثلج. فرأيت أبا جعفر يلحسه بلسانه ثم يدخل يده بين ثوبيه وصدره، فاستخرج منه شيئا شبيها بالعصفور يعني البلبل، فابتلعه أبو جعفر ومر الرضا عليه السلام. يلا أنا أتحداك تقول لنا شنو هذا الزبد الأبيض وليش فوت إيده بين الثوب، وشنو البلبول تطلعه أو العصفور. أنا أعتذر. أما رواية العرض والعرضين فبعدين نحكي بيها، بس قل لي اسألها لرضيعتك أو اسألها لوالدتك، قل القيس يقول لكم انتو بعرض شتو لو بعرضين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.